وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنشرح مع بعضينا لسن لذيذ ودسم. محتاجاكم تكونوا واكلين كويس وشاربين كويس كده ومركزين معايا. let's get started. rounding rules. ايه rounding rules؟ بيقول لي يعني ان في قانون للراوند. ايه الراوند ده؟ لما بتيجي تشتري حاجة من الراجل ومثلا من السوبر ماركت وبتشتري مثلا حاجة ولنفترض 29، فلما اجي اشتري 29 وانا معيش فكة، هتدفع ال 29 ازاي؟ هل هتدفعها 20 ولا هتدفعها 30؟ يو فيل ان انت سمعت الكلام ده قبل كده، صح؟ فعلا احنا خدنا الكلام ده في جريد 3، وهفكرك ان احنا كان في حاجة اسمها عندي poor numbers and rich numbers. في ارقام فقيرة وارقام غنية، بمعنى انا لما اكون رايحة اشتري حاجة ال 29 دول ادفعها 20 ولا ادفعها 30؟ طيب حد قال لي 30 لان 29 الاقرب ليها 30 مش الاقرب ليها 20. فعلا كلمة راوند معناها تقريب. طيب لو انا بشتري نفس الحاجة دي بس كانت ب 21، هدفع 20 ولا هدفع 30؟ العقل بيقول ان انا هدفع 20 لان 21 قريبة ليها 20، فيعني ده جنيه مش مشكلة، فهدفع 20 مش هدفع 30، فانا باخد الاقرب. وبالفعل هو ده معنى كلمة rounding. فانا دلوقتي فهمنا ان البور نمبرز. قال لي بقى طب ال 21 فهمت ان ال 1 هتخليها 20 وال 9 هتخليها 30، فنفهم الموضوع ازاي؟ قال لي بصي، في بور نمبرز وفي ريتش نمبرز. بور نمبرز في ارقام فقيره، يعني لما بشوفها بتلغيها، بتقلل من النمبر. بمعنى اول حاجه البور نمبرز ايه هي؟ ال 1 ال 2 ال 3 ال 4. but الريتش نمبرز هتكون 5 6 7 8 and 9. يبقى انا عندي البور نمبرز من 1 to 4، لا، والريتش نمبرز من ال 1 to من ال 5 to 9. طيب هنحل ازاي؟ هناخد اكزامبل مع بعض. طيب دلوقتي هو بيجيب لي نمبر وبيبدأ يقول لي راوند. انا اهم حاجة عندي اعرف مين النمبر اللي انت عايز تعمله راوند، او راوند تو ذا نيرست كام، او نيرست ايه، لان لازم تعرف الحاجة اللي هو عايز يوصل ليها او يتعمل ليها راوند علشان اشوف اللي جنبها بور اور ريتش. بمعنى دلوقتي انا هشتغل على النمبر اللي قدامي ده، كل الاسئلة اللي هقولها هشتغلها على النمبر ده. النمبر ده اسمه 5,673,284. انا دلوقتي ونفترض راح اشتري حاجة ايا كان، هشتري فيلا مثلا ب 5,673,284، وقال لي يلا نعمل راوند تو ذا نيرست تنس. يعني ونفترض ان انا مش هدفع فكة، او مش هدفع لحد التنس. قلت له ثواني، يبقى انا كده هحط لاين على الحاجة اللي طلبها. قال لي راوند تو ذا نيرست تنس، يبقى انا هحط لاين تحت التنس واشوف اللي جنبه بور ولا ريتش. البور ما بيديش حاجة، ما هو فقير مش هيديني حاجة. لو اللي جنبه بور ده اللي حطيت تحته لاين هيفضل زي ما هو، لكن لو اللي جنبه ريتش هيدي اللي تحته لاين 1، فلو كان 8 هيبقى 9، لو كان 6 هيبقى 7، وهكذا. تعالوا نشوف بالراحة. انا دلوقتي حاطه لاين تحت ال8 دي هتفضل 8 يا هتكبر وتبقى 9، لكن هي ما بتصغرش، يا تفضل 8 يا تكبر وتبقى 9، على حسب مين؟ على حسب اللي جنبه. طب مين اللي جنبه؟ من على اليمين يعني الفور دي poor or rich؟ poor، احنا اتفقنا البور 1 و 2 و 3 و 4، لكن الريتش 5 و 6 و 7 و 8 و 9. يبقى الفور دي poor، يبقى مش هتدي ال8 حاجة، فستيل هتفضل ال8 هي مين؟ ال8. طب ايه اللي بيحصل للنمبرز اللي قبل ال8 وايه اللي بيحصل للنمبرز اللي بعد ال8؟ اللي قبل ال8 بينزل كله زي ما هو 2
كوما، هنا 3، هنا 7، هنا 6، هنا كوما، هنا 5. طب اللي بعد ال 8 بيتحول لزيرو، هينزل الفور هتبقى مكانها مين؟ زيرو. طب هنفهم واحدة واحدة، اللي ما فهمش في الاكزامبل ده ما يعيدش الكلام، يحاول يفهم في اللي جاي. السؤال اللي بعده قال لي round to the nearest hundreds. طبعا انا شغالة على نفس النمبر بحيث تفهموا الفكرة. المرة دي قال لي round to the nearest hundreds، فرحت مسحة اللاين ده كده عشان انا هشتغل على مين؟ على الهندردز. اوكي، تعالوا نحط لاين تحت الحاجة اللي هو طلبها. هو طلب الهندردز، فهنا في مين الهندردز؟ ones وتنس وهندردز. رحت حاطة لاين تحت التو لان هو ده اللي في الهندردز، وهبص على اللي جنبه على طول بس ماليش دعوه باللي هناك. انا هبص على اللي جنبه بس، اشوف اللي جنبه poor or rich. لو poor هننزل التو دي زي ما هي. لو rich، لو اللي جنبه rich، التو هتتحول تبقى 3. تعالوا نشوف التو جنبها ايه اللي انا حط تحته لاين اللي هو طلبه 2. التو جنبها ايه؟ التو جنبها 8. طب ال 8 دي ايه؟ rich. poor ولا rich؟ rich يعني غنية، يعني هتديني 1، فالتو هتبقى 3. يبقى انا هنزل التو زي ما هي 3. طب النمبرز اللي قبلها كلها تحصل فيها ايه؟ تنزل زي ما هي. يعني اللي قبل التو دي هنا في 3 في كوما طبعا، وفي 3 في 7 في 6 في كوما في 5، ما عملتش حاجة. طب اللي بعد التو هتبقى كلها تتحول لزيروز، يبقى اللي جنب التو دي طبعا التو بقت 3 وبعد كده 0 0. يبقى احنا خدنا بالنا حطينا لاين على التو عشان هو قال لي راوند تو ذا نيرست hundreds، يعني اعملي راوندنج لل 200 دي. هل هتبقى 200 ولا هتبقى 300؟ فانا حولتها ل 300 علشان جنب ال 200 8. مش دعوه بالفور اصلا، فور ريتش مش دعوه بيه، انا جنب ال 2 على طول. جنب ال 2 على طول 8، ال 8 دي ريتش فادتني فبقت 3. كل اللي قبل ال 2 هينزل زي ما هو، وكل اللي بعد ال 2 هنعمل له convert to zeros، هنحوله لزيروز، فالنمبر بقى بالمنظر ده. طب تعالوا نشوف اخر سؤال ده ولسه هنكتب تاني. برضو ما تحاولوش تعيدوا في اللي انا بشرحه، حاولوا تكملوا معايا عشان هتفهموا واحدة واحدة. قال لي المرة دي round to the nearest 1000. قال لي round to the nearest 1000، فانا همسح اللاين ده واقول هو قال لي اعملي round to the nearest 1000، يعني هحط لاين تحت 1000. واتفقنا كلمة 1000 يعني 1000 مش 10000 100,000، لان الاسئلة اللي جاية هتقولي 10000 100,000. طب هنا قال لي 1000، رحت حاطة لاين على ال 1000، فال3 يا اما هتفضل 3 يا اما هتكبر وتبقى 4 على حسب اللي جنبها. فقال لي 3 دي جنبها كام؟ 2، وال2 دي بور ولا ريتش؟ بور، فمش هتديني حاجة، فهتفضل زي ما هي 3. طب النمبرز اللي قبلها كلهم ينزلوا زي ما هم 7 6 كوما 5. طب اللي بعد ال 3 هنعمل لهم converting to zeros، يعني هنحولهم لإيه؟ لزيروز. يبقى اللي جنب 3 كوما 1 2 3 0 0 0. طيب تعالوا نكمل. قال لي بقى انا عايز المرة دي اعمل له round to the nearest 10,000. يبقى انتوا لو خدتوا بالكم هي كل الاسئله الليسن كله نفس الفكره. لو فهمت كلمه راوند ولو فهمت ان انت تحط لاين، واعمل زي ما بقول لك، حط لاين علشان لما احط لاين انا هفهم انا بص على ايه وايه اللي هينزل. فالمره دي قال لي راوند تو ذا نيرست 10,000. طبعا لو انت مش عارف ال 10,000 دي كارثه تانية. يلا نشوف ال 10,000. 10,000 يعني في حاله ال 1000 عايز ال 10. فطبعا دي العيله اللي ملاش اب، دي عيله ال1000، بس طلب مني بقى المره دي 10,000 يعني الاخ التاني في عيله ال1000. رحت حاطه لاين على ال7
حطيت لاين تحت ال7 ويلا بينا. هنا لازم اكون عارفه ان يا اما ال7 هتفضل 7 زي ما هي، يا اما هتتحول ل8 على حسب اللي جنبها. فال7 هنا جنبها ايه؟ جنبها بور ولا ريتش؟ جنبها 3. فال3 بور يبقى مش تديني حاجه، يبقى هتنزل 7. طب اللي قبلها بيحصل فيه ايه؟ بينزل زي ما هو 6,5. طب اللي بعدها بيحصل فيه ايه؟ بيتحول كله لزيروز اهي، بدل 3 0 كوما، بدل 2 0، بدل 8 0، بدل 4 0. finish. طيب next قال لي round to the nearest 100,000. نفس الفكرة، هدور على 100,000 واحط تحته ايه؟ لاين. يلا ال 100,000 يعني عيلة ال 1000 الاخ التالت اهو، همسح دي كده وهحط اللاين على ال 100,000. 100,000 يعني عيلة ال 1000 الاخ التالت اهو. طيب مجرد ما انت حطيت اللاين هتعرف يا اما النمبر هينزل زي ما هو، يا اما هيزيد 1. فيا اما ال6 هتنزل 6، يا اما هتكبر وتبقى 7 على حسب مين؟ على حسب اللي جنبها. فال6 هنا جنبها مين؟ 7، وال7 دي بور اور ريتش، يبقى هتكبر لي 6 تبقى 7. طب اللي قبلها بينزل زي ما هو 5. طب واللي بعدها كله بيتحول زيروز. يلا نعد كده الحاجة اللي انت حطيت عليها لاين، عد اللي بعدها كله وعد وحط مكانه زيروز وخلاص. 1 2 3 4 5. يبقى 1 2 3 4 5. نحط الكوماز 1 2 3 واحط الكوما عشان نفرق ما بين كل فاميلي والتاني. طب اللي بعدها اخر حاجة او مش اخر حاجة، اي حاجة يطلبها مني احط تحتها لاين. هنا قال لي round to the nearest million، وممكن يقول لك round to the nearest 10 million، وround to the nearest 100 million، وround to the nearest milliard. ايا كان هيقول لي ايه هحط تحته لاين، ويا اما ينزل زي ما هو يا اما هيزيد 1 على حسب مين اللي جنبه، وكل اللي قبله بينزل زي ما هو وكل اللي بعده بيتحول لزيروز. طب هنا قال لي round to the nearest million، يلا نحط لاين تحت المليون. المليون اهو ال5، هشوف اللي جنبه هيديني ولا مش هيديني، عشان لو اللي جنبه بور مش هيديني فهينزل زي ما هو. طب واللي جنبه ريتش هيديني 1 فهيتحول ل6. طب يلا نشوف جنب اللي انا حاطه تحته لاين هو ايه؟ جنبه 6. طب ال6 دي بور اور ريتش يبقى هتديني، فال5 هتتحول ل6. طب وكل اللي جنبه هينزل زيروز عشان هو ما عندوش حاجه على الشمال تنزل زي ما هي، فاللي على الشمال ما نزلش، مفيش حاجه اصلا. طب واللي على اليمين بيتحول لزيروز، يبقى 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 حولت كله ايه؟ زيروز. يبقى 1 2 3 واحط الكوما، 1 2 3 واحط الكوما، يبقى احنا هنا بقى ايه؟ 6 مليون. ومن هنا وكده انا اكون خلصت الليسن، لان اي حاجه هتيجي بعد كده ايا كان هو قال لي 10 مليون او 100 مليون وهكذا، يعني اي حاجه هيطلبها انا احط تحتها لاين واشتغل نفس الفكره بالظبط، ونكون خلصنا الليسن. واتمنى تكونوا فهمتوا، لان والله الليسن ده لذيذ قوي، بس تركزوا فيه. واشوفكم على خير. جود باي.